الحديث عن الصدقة حقيقة حديث ذو شجون، لأنه حديث الواثقين بعطاء الله، الله أكبر، حديث المصدقين بالخلف، حديث أولئك الذين حقيقة أثثوا تلك القبور وتلك اللحود. يوجد أيها الأحباب أناس تحت الأرض ماتوا، ولربما تقاربت الأرض عليهم يوم أن ماتوا، اليوم انفرجت وانقلب الضيق إلى سعة والنار إلى جنة، وترقوا في درج الجنة بسبب ماذا؟ بسبب صدقات وصلت إليهم في تلك اللحود فنورت ذاك اللحد. وهنيئا أيها الأحباب من كان يبذل هذه الدنيا حتى يصل إلى رضا ربه. المال، هل نحن نملك ما في أيدينا؟ العجيب أن بعضنا مسكين يعتقد أن المال الذي كسبه بدنياه وجهده وبيعه وشراءه والوظيفة، وباع أرض كانت بثمن بخس واليوم بالآلاف، واغتنى وقد كان فقيرا، يعتقد أن ذلك من حوله وقوته. ولذلك بعضنا إذا دعي إلى باب الإنفاق أمسك قال مالي مالي. وفي الحديث يقول الحق جل وعلا لذاك الذي يقول مالي مالي، يقول الله له، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، الله أكبر، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت أو أمضيت. المال إما أن تتموله وتبني به جسرا وتعرج به إلى رضوان الله، وإلا فإنك ستحزن. ووالله إن في المقابر أنين وبكاء لأغنياء وتجار وعندهم أموال ومساهمات، وكلما قيل لهم يا أبو فلان أوقف، يا أبو فلان تصدق، هذا ماء، هذا قرآن، هذا يتيم، هذه أرملة، قال بكرة. وبكرة إلينا الآن هو في مقبرة النسيم أو العود، رحل وانتهى وترك المال لورثته. وترك المال. العجيب أن المال للورثة لو تصدقوا هم منه صار الأجر لهم، والمال ماله. والله قهر يا أخي، والله إنه من ظلم النفس. المال في الإسلام ابتلي الإنسان، الله جل وعلا قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فليس المال مالك، مال الله، فليس لك، هو مال الله، وأنت خليفة في هذا المال. ولذلك قال أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، اللي أعطاك هو الله، وهذا ابتلاء. الصحابة رضي الله عنهم بفكر عال وتفكير منطقي صحيح علموا أن الله هو الذي أقرضهم، ثم هو الذي استقرضه منهم. ولذلك عندما سمع الصديق قول الحق إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بكى. لماذا تبكي يا أبا بكر؟ قال هو الذي وهب المال، وهو الذي استقرضه، وهو الذي جعل بعد ذلك جزاءه الجنة. لذلك يا أحبابي لو قيل لأحدنا الآن أنفق، بس بشرط أن يكون المال الذي تنفق منه ليس لك، أو نعم هو لك، اللي لك أنفق منه، واللي لله أخرج منه. الأولين يا أبو عبد الرحمن كانوا إذا أرادوا يستعطون الفقراء، أنا أذكرها وأنا صغير، يقول أعطونا من مال الله، دائما يطق الباب عليك أو يضرب نافذة السيارة، عطني من مال الله. هي رسالة جميلة، من مال الله، كأنه يقول ترى تذكير، نعم تذكير، ترى المال ليس لك وأنت عبده، والمال ماله، وهو مستخلفك فيه وناظر ماذا تصنع فيه ومبتلى فيه. بل إن العبد ينظر للمال، أن العبد إذا الفقير المسكين الوقف الصدقة، إذا بسطت يد الفقير أمامك تريد من مال الله فلم تعطه، أنت لم تعطي الله، وأنت لم تحسن لنفسك. ولذلك في الحديث قال الله استطعمتك يا عبدي فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، أما لو أعطيته لوجدت ذلك عندي. إذن المال أيها الأحباب، المال عارية مستردة مستخلفة. والعجيب يا شيخ ما تلاحظ أول أمنية للميت إذا مات تدرون ما هي؟ يصلي؟ لا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لكن ماذا يريد من الصالحات؟ تأمل في قول الحق جل وعلا في آخر سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يعني يا ربي والله لو تردني إلى الدنيا أني أول عمل بتصدق. طيب ليه ما تصدق الحين؟ ما الذي مسك يدك؟ ولذلك أحبابي إذا أخرجت المال وأبقيت، الآن يا أحبابي لدينا في محافظ نقودنا مال، من منا يعتقد أن الذي أخرجه
هو أغلى ما ينفقه. الله اللي أنت أنفقته هذا الذي أنت تحبه، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعضنا إذا أراد أن ينفق أنفق الريال والخمسة والعشرة. طيب ال500 هذه ما يمر عليها زمن. وبعضهم ينفق من الماء، السيارة الخربانة والحذاء المنقطع والثوب المخروق. ويا أخي هل هذا تقديمك لله؟ هل أنت تقدم لله ما تكره؟ ألا تحب المال الذي عندك؟ ولذلك أعقل الناس، واسمح لي أقولها أعقل، نعم. أنا ماني بعد نجيب الصفة الأخرى، لكنها أعقل الخلق على الإطلاق من نظر إلى ماله نظرة أن يودعه